ازاي الرفض اللي انت مريت بيه بيبان في كلامك بقى. تلاقي نفسك ما بتقولش رايك كله، او ما بتقولش رايك اصلا. بتقعد في القعدات انت مش عايز تتكلم، ولو هتتكلم عن حاجات معينه، وهتداري طول الوقت حاجات معينه هي بتمثل هويتك اكتر، بتمثل شخصيتك. لو انت بتقدم كونتنت شبهي مثلا، فانت هتلاقي نفسك بتعبر عن جزء معين من وجهة نظرك، بس مداري فيه الجزء الحقيقي اللي مرفوض. يوم ما هتقرر انك تمشي رحلة، وانا بقولكش ما هتقرر تظهر، لا، يوم ما هتقرر تمشي رحلة انك تظهر شخصيتك على بعضها، اعرف انك بتعمل حاجة. يعني كلمة مهمة هي كلمة بايخة قوي وفاسخة قوي بالنسبة لحقيقة اللي انت بتعمله. هو انت بتعيش، انت بتبدأ تعيش لما بتبدأ تطلع نسختك الكاملة، بعد ما كنت مصغر نفسك علشان حد ما يزعلش منك، وعشان ما حدش يلومك، وعشان ما حدش يتكلم عليك، وعشان ما حدش يتريق. بعد ما كنت ما بتقولش رأيك الحقيقي، وما بتعبرش عن شعورك الحقيقي، ما بتعبريش عن مشاعرك او احتياجاتك الحقيقية لشريك حياتك عشان ما يقولش عليكي. في حاجة مهمة قوي، انه اغلبنا بيفتكر انه الشخص المناسب هو الشخص اللي هو بيخليك تعرف تبقى حقيقي معاه، ودي أكذوبة. لأنه أوقات كتير أنت اللي مش عارف تكون حقيقي مع الشخص، مش هو اللي مش مخليك تبقى حقيقي. يعني لما أنا أدخل علاقة وأبقى أنا مش متصالحة مع جانب مرفوض فيا، انا اللي داخله العلاقه مخبيه الجانب ده، فبالتالي انا مش عارفه اكون كامله حقيقيه، يعني بكلي، مش كامله بكلي، مش عارفه اكون ظاهره بكلي. فدايما مداريه جزء من مشاعري، وجزء من اللي انا عايزه اقوله، وجزء من احتياجاتي، وجزء من طلباتي، وجزء من رغباتي، وجزء. وبعدين اقول اصل انا موجوده في علاقه مش مرتاحه فيها عشان مش عارفه اكون حقيقيه معاه، مش عارفه اقول اللي في نفسي، واقف لي على الكلمه، مش عارفه اعبر عن احتياجاتي، ولما بقولها مش بيحترمها. كل ده راجع ليكي انت اللي مش في ارضك مع نفسك، مش معاه. مش شرط يبقى هو اللي مش مناسب، قد اكون هو بيعكس لي ان المساحه اللي انا ظهراها مني ومتصالحه فيها معايا هي ضيقه قوي، فانا مش عارفه اظهر كلي ليه، لان انا مش عارفه اظهره اصلا لنفسي. انا مش قابله الجانب المرفوض فيا، فمش عارفه اظهره معاه. مش هو اللي شخص مش مناسب، عشان كده انا مش عارفه اكون مش حقيقيه معاه. تاني، احنا بنفتكر انه انتي مش عارفه تكوني حقيقيه معاه عشان هو اللي قافل عليكي، وهو اللي منعك، وهو اللي وقفلك على الكلمه. لا، انتي اللي مش عارفه تظهري الجانب الحقيقي بتاعك، وبالتالي انتي حاسه انك محبوسه معاه، والحقيقه انتي محبوسه مع نفسك مش معاه. الحقيقه ان انتي مش لسه الرسائل اللي وصلتك مرفوضه عن الجزء ده، هي لسه سايقه حياتك، لسه بتعبري بنص تعبير، لسه بتتواصلي بنص شخصيتك. ف حبيت النهارده اوضح لك ازاي الحكايه اللي انت بتحكيها لنفسك بقالك سنين كتير، انه انا محدش عاجب، انا مش عاجبه حد، الناس معترضه عليا، انا مختلفه عن غيري بشكل مرفوض. لان ممكن تبقي مختلفه بشكل مقبول، بس احنا المشاعر اللي واصله لنا ايه؟ انه اوكي يكون مختلفه، وانه اختلافي ده حاجه عاديه، مختلفه بس حاجه عاديه مقبوله. ومقبوله دي مين بقى؟ مقبوله دي منهم ولا مقبوله مني؟ لانه الناس بره، ودي يعني خدي بقى مفاجاه حلوه، الناس بره ممكن ما تتغيرش. يعني انا لما هقبل نفسي، الناس بره مش هتقبلني، مش شرط. ممكن الناس تفضل مش قابلاني، بس حاجه من الاثنين، واحتمال يبقوا 3. يا اما انا الناس دي مش هتتغير، بس انا مش هيفضلوا مؤثرين عليا، يعني انهم شايفيني بشكل مش عاجبهم، ده هيبطل يعني لي شيء. فبالتالي انا اللي اتغير جوايا ايه؟ انه ما بقاش يفرق معايا انا عاجباهم ولا لا، هم ستيل رافضيني، بس انا رفضهم مش مؤثر عليا. يا اما الناس اللي في حياتك دي ممكن تتغير، ويجيلك ناس تانية تعكس لك طاقه قبولك لنفسك وللجزء الجديد منك اللي انت كنتي مخبياه. مش شرط لما اشتغل على نفسي الناس بره تبطل ترفضني، لا، بس تأثري من رفضهم انه يبدأ يخليني لساني يتقص، وجزء مني يتدارى، وخطواتي شكلها يختلف، ومساحتي تصغر، وابدأ اداري في نفسي. هو اللي مش هيحصل. انا هظهر وهكون موجودة، وهظهر بيا كلي برغم اني خايفة. ودي حاجة مهمة. احنا بنفتكر ساعات انه ان اللي بيظهر ده ما بيخافش من الظهور، لا، مش شرط.
انت ممكن تبقى خايف تظهر بس انت قررت تظهر، انت خايف تظهر بس انت اخترت انك تظهر وتظهر بيك كلك، عشان كأنك بتقول لربنا يا رب انا هعترف باللي انت خلقته فيا. واما بنعمة ربك فحدث، انا جالي الهام كده من كام يوم وانا بصلي انه ربنا لما قال كده وكأنه كان بيقول لك ما تنكرش نعمتي عليك، ما تقولش نصها، ما تظهرش ربعها. انا خلقت عندك نعم دي جزء منها في شخصيتك، في الطريقه اللي انت بتفكر بيها. انا خلقك كده، انا خلقك مختلفه، انا خلقك بتفكري بطريقه مختلفه، انا خلقك عندك ميول ورغبات واحلام كده. فلما انت بتداري كل ده وبتسمعي كلام الناس انه مش المفروض تكوني كده، المفروض تكوني كده، وبتمشي شبه ما هم قالوا لك، انت كانك ده رايي وترجمتي، مالهاش دعوه بتفسيرات بتقول ايه. انا بحس انه كانه انت بتكفري بالنعمه اللي ربنا اداها لك وبتقولي له لا معلش انت خلقتني كده بس انا هسمع كلامه وهم قالوا لي لازم ابقى كده. فايه اللي بيحصل؟ انت بتلاقي نفسك بتتعذبي. ليه؟ لانك سبتي الارض اللي ربنا قالك انك انت دي كده. ربنا قالك انت كده تسيبيها وتقولي لا اصل الناس قالوا لي دي وحشه لازم ابقى حاجه تانية. طب شوفي الالم اللي هتبقي فيه. ليه؟ لانك بتبقي حاسه ان انت سايبه نفسك، انت مش لاقياكي، مفيش اي حاجه ليها طعم. وكل ما بتبقي شبه نفسك كل ما المعنى بتاع حياتك بيرجع، لانك بتعملي حاجات شبهك، فالقيم بتاعتك بتطلع، فبتعرفي تعيشي حياه بالقيم دي اللي ربنا خلقك بيها. هو ما خلقكيش بتفكري بشكل مبدع او بشكل، ما خلقكيش مثلا، انا ما خلقنيش بعرف اعبر وبعرف اوصف مشاعري وبعرف اساعد الناس في الجزئيه بتاعه التعبير والتواصل مع نفسها او مع الناس كده صدفه، او عشان انا المفروض اكون ما بعبرش، او عشان ما اكون بشتغل في حاجه تانية، او عشان مثلا ما خلقنيش عندي احلام معينه علشان انا المفروض اكون في حته تالتة. لا، انت خلقك بالاحلام دي عشان هي دي اصلا هتبقى المرشده ليكي. يعني اختلافك ده هو اللي بيرشدك تروحي فين، ما تقاوميهوش بقى. اختلافك ده او الطريقه اللي بتبصي بيها على الدنيا هي اللي بتقولك انت مش هتبقي هنا، هتبقي هنا. فطول ما انت ماشيه شبه الصوت اللي جواكي وشبه الطبيعه اللي ربنا خلقك عليها، هو بيرشدك، اهدينا الصراط المستقيم. طب روحي للي انا خلقتك عليه عشان ارشدك من عنده. لكن لما تسيبيه انت كانك انت بتعطلي البوصله وبتعطلي الرسائل اللي ربنا بيبعتها لك لما يخلقك على حاجه وتسيبيها وتروحي لحاجه تانية. فبتلاقي نفسك انت مش عارفه، ببذل مجهود كبير بس مش بتنقل ليه لحاجه شبهي، مفيش نمو بيحصل في حياتي ليه، ما برتاحش ليه في علاقتي بنفسي، ما بحسش ان انا متجذره او ان انا لقيت ارضي وبنو، وكل خطوه بعملها بتخليني في نمو اكتر او بتخليني مرتاحه في نفسي اكتر، بتخليني احس ان انا الاينمنت مع نفسي، انا متناغمه معايا، انا الخطوه دي شبهي، العلاقه دي شبهي، انا في المنطقه بتاعتي، انا في الارض بتاعتي. ليه؟ عشان بسيبها وبروح للي قالوا لي ان المفروض اكونه. قالوا له، طب خليك عند قالوا لك بقى، انا مش بقطمكم، دي رحلتي انا، بس بقول لكم احنا بنفكر في ايه او بنبقى حاسين ايه وقتها، مع ان الحقيقه بتبقى فين. ف مش عارفه الكلام هيكون الهمكم بايه، بس انا اتمنى ان يكون يعني نور عندكم حاجه. انا الفيديوز دي بتكلم فيها بقلبي كده بشكل ارتجالي، مش محضره اي حاجه خالص. انا كل اللي عارفاه اني هطلع اتكلم معاكم عن الحته اللي ربنا رزقني بيها بشكل ارتجالي، لكن هنقول ايه بالظبط او هنوصل لفين دي يعني بتاعت ربنا مش بتاعتي. الفيديوز اللي جايه ان شاء الله هتكون بتكمل معاكم بنفس الطريقه، ان احنا بناخد حاجه ونشوفها من عند الزاويه اللي انا ببص او اللي ربنا خلقني ابص على الدنيا بيها. زي ما النهارده اتكلمنا عن طاقة الرفض او المواقف اللي احنا اتعرضنا لرفض فيها، وازاي بتؤثر على حياتنا وقراراتنا، وازاي بتؤثر على الطريقة اللي بنتكلم بيها مع الناس، او الطريقة اللي بنظهر بيها مع الناس، واللي منها بنختار بيها حياتنا وشريك حياتنا، واللي منها بنتواصل معاه وبنلاقي انه انا عارفة اكون حقيقية معاه عشان انا حقيقيه مع نفسي وقابله الاجزاء بتاعتي، ولا انا مش عارفه اكون حقيقيه عشان انا مش متصالحه مع الاجزاء اللي عايزه اظهرها وابقى حقيقيه فيها، مش بسبب انه حد منعني. بس اشوفكم على خير، و عايزه منكم اللي يلمسوا حاجه في الفيديو او نورت معاه قوي يشاركني بيها في الكومنتس او يبعت لي مسج وتقول لي اكتر حاجه لمسته ايه.
وبس كده. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.